حلقة النهاردة بتتكلم عن الفرق ما بين frustrated و disappointed. في ناس كتير جدا بتتلخبط ما بينهم، وده طبعا راجع ان الاتنين تقريبا لهم نفس المعنى، بس في فرق جوهري بينهم اغلب الناس ما تعرفوش. فالنهاردة هنشرح الفرق ما بين frustrated و disappointed، وان شاء الله بعد الفيديو ده هتعرف امتى تستخدم دي وامتى تستخدم دي، ومش هيواجهك اي حيرة في استخدامهم بعد كده. فتابع الفيديو وركز معايا كويس جدا. You ready? Let's break it down. انا شايفك وانت بتسأل دلوقتي وبتقول، انت بتقول ان الاتنين معناهم شخص محبط او معناهم محبط، فازاي في فرق بينهم؟ هقول لك يا سيدي، متستعجلش عليا. Frustrated, you're blocked from doing something so you feel angry or stuck. يعني انت محظور من انك تعمل حاجة بسبب اي ظرف انت عاوز تعمل حاجة ومش عارف تعملها. بس بكل بساطة ده frustrated، انت محبط بسبب ان في حاجة انت عاوز تعملها ومش عارف تعملها، في حاجة معطلاك انك تعملها. اما disappointed فانت محبط بسبب حاجة something you hoped for didn't happen، يعني حاجة انت كنت بتأمل او متوقع او عاوز انها تحصل بس ما حصلتش. فعشان كده you feel sad or let down، انت بتشعر بالحزن او انك مخذول، تشعر انك خذلت. فبكل بساطة frustrated انت عاوز تعمل حاجة ومش عارف تعملها بسبب ان في حاجة معطلاك او ايا كان، فانت محبط بسبب انك مش عارف تعمل الحاجة دي. اما disappointed فانت محبط بسبب ان كان في حاجة انت متوقع انها تحصل او عاوزها تحصل وما حصلتش. انا مش فاهم اي حاجة، مفيش اي مشكلة. بالمثال يتضح المقال. ندخل على الأمثلة. I'm frustrated because every time I try to study the power goes out. يعني أنا محبط بسبب إن كل مرة باجي فيها إن أحاول أذاكر الكهرباء بتقطع. فايه هنا؟ انا عاوز اذاكر ومش عارف اذاكر بسبب ان كل مره باجي اذاكر الكهرباء بتقطع. فهنا frustrated ليه؟ لان في حاجه انا عاوز اعملها ومش عارف اعملها، فانا محبط بسبب ان انا مش عارف اعمل الحاجه دي لان في حاجه تانية معطلاني ان انا اعملها. اما disappointed ناخد مثال عليها. I expected to pass the exam but I failed. يعني انا كنت متوقع ان انا انجح في الامتحان بس انا فشلت. So I'm really disappointed right now. يعني أنا محبط دلوقتي جدا. ليه؟ لأن أنا كنت متوقع حاجة وما حصلتش. بس ف disappointed. ناخد مثال تاني. I was disappointed when I didn't get the job I wanted. يعني أنا كنت محبط بسبب إن أنا ما حصلتش على الوظيفة اللي أنا كنت عاوزها، فأنا هنا كنت عاوز حاجة تحصل وما حصلتش، فأنا محبط بسبب إنها ما حصلتش. ناخد مثال تاني على frustrated. I felt frustrated when the internet stopped working during my exam. يعني أنا شعرت بالإحباط لما النت قطع أو ما عادش بيشتغل معايا خلال الامتحان، فأنا هنا عاوز أكمل الامتحان ومش عارف أكمله بسبب إن النت قطع أو النت ما عادش بيشتغل. فأنا هنا frustrated. تمام، فهو الفرق بينهم هو ده بكل بساطة. ندخل بقى على الأسئلة عشان الصورة توضح معانا أكتر وأكتر. يلا بينا. After trying to solve the same math problem for an hour without success, I felt really. نشوف هنا، هو بيقول إن أنا فضلت أحاول في مسألة الرياضة دي، أو فضلت أحل في مسألة رياضة واحدة لمدة ساعة وما عرفتش إن أنا أحلها. فهل دي frustrated ولا disappointed؟ أنا شعرت حقا بالإحباط. frustrated ولا disappointed؟ هو بيقول إن هو في حاجة عاوز يعملها، إن هي مسألة الرياضة بس مش عارف يحلها، فدي frustrated. ليه؟ لأن في حاجة عاوز أعملها ومش عارف أعملها، في حاجة بقى معطلاني، في حاجز، في أيًا كان، بس المهم إن في حاجة عاوز أعملها ومش عارف أعملها، فدي frustrated. أما disappointed حاجة كنت بأمل إنها تحصل وما حصلتش. نخش على السؤال اللي بعد كده. Your friend promised to come to your birthday but didn't show up or call. يعني هو وعدك إن هو هيجي عيد ميلادك بس ما جاش. فدي frustrated ولا disappointed؟ هو هل في حاجة هو بيحاول يعملها وما عرفش يعملها؟ لأ. إيه بقى؟ صاحبه وعده، فهو كان بيأمل إن صاحبه ييجي عيد ميلاده بس هو ما جاش، فدي disappointed. تمام، ندخل على السؤال اللي بعد كده. You want to submit an assignment online, but the website keeps crashing every time you try. You want to submit an assignment online، يعني أنت بتحاول إنك تسلم الأسايمنت بتاعك، يعني الواجب بتاعك أونلاين على النت، بس كل مرة بتدخل على الويب سايت مش عارف تسلمه. تمام، فدي حاجة عاوز تعملها ومش عارف تعملها، فبالطبع frustrated.
خش على السؤال اللي بعد كده. Your favorite football team lost the final match after playing so well all season. يعني فريقك المفضل في لعبة الكورة خسر في النهائي بعد ما لعب طول السيزون جامد جدا. فدي disappointed ولا frustrated؟ حاجة انت طبعا كان نفسك ان فريقك يكسب بس ما كسبش، فدي حاجة انت كان نفسك تحصل وما حصلتش، فبالطبع disappointed، لذلك انت محبط بسبب كده. نخش على السؤال اللي بعد كده. You're trying to open a jar of pickles. يعني أنت بتحاول تفتح برطمان مخلل. But the lid just won't come off no matter how hard you try. يعني أنت بتحاول تفتح برطمان بس مش راضي يفتح، الغطا مش راضي يتفتح، برطمان مخلل. فهل دي frustrated ولا disappointed؟ انت محبط ليه؟ هل انت محبط بسبب كان في حاجة انت تأمل انها تحصل وما حصلتش، ولا انت بتحاول تعمل حاجة ومش عارف تعملها؟ هو طبعا بيحاول يفتح غطا البرطمان بتاع المخلل ومش عارف يفتحه، فدي frustrated. ندخل على آخر سؤال. You studied hard for the test but the questions were completely different from what you expected. يعني انت ذاكرت، بص دحيت للامتحان، والأسئلة جت صعبة غير اللي انت كنت متوقعها خالص، غير اللي انت ذاكرتها خالص. فهنا frustrated ولا disappointed؟ هل في حاجة انت بتحاول تعملها وما عرفتش؟ لا. انت كنت متوقع حاجة او بتأمل ان حاجة تحصل وما حصلتش. اه بالظبط، انت كنت متوقع أسئلة معينة في الامتحان وما حصلتش، فبالتالي دي disappointed. واظن كده الفرق بينهم واضح وبقى الموضوع سهل جدا وما عدتش هتتلخبط او هتحتار تستخدم دي امتى وتستخدم دي امتى. فهسيب لك طبعا 5 أسئلة كمان تحلهم وتكتبهم في التعليقات تحت، وإن شاء الله هرد عليك وأقول لك صح ولا غلط، وأشوفك على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. مع السلامة.